السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش البلدي بطريقة سهلة جدا، بدون مطرحة وكمان بدون فرن. واللهم بارك، العيش كله نفخ. انا عايزاك تجربي طريقة النهارده لو ما عندكش فرن وكمان مطارح، ان شاء الله هتعملي العيش البلدي. تسويته ممتعة جدا ومفيش ولا رغيف ما بيرتفعش خالص. انا عملت 40 رغيف، مفيش ولا رغيف ما ارتفعش معايا، والعيش كله نفخ. اللهم بارك. يا ريت بس تتابعيني للاخر علشان هقولك على خطوه مهمه جدا في السوى. وتسويه المصفى احلى من الفرن بكتير. استحاله ان الرغيف ما ينفخش ولا يرتفع معاكي. بجد العيش طالع تحفه. وادي الرغيف من جوه سمكه من فوق زي سمكه من تحت. يا ريت بقى قبل ما نبدا، يا ريت لاول مره تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا كده كيلو ونص دقيق اسمر، دقيق مدعم. انا باخده كده وبخبزه في البيت. ممكن تخلطي بقى مع الدقيق الاسمر دقيق ابيض لو انت حابه. ضفت مع الدقيق معلقه خميره فوريه كبيره ونص معلقه ملح، وقلبت كويس مع الدقيق، وبعد كده نزلت بالميه واحده واحده. الميه عاديه خالص من الحنفيه، يعني مش ميه سخنه ولا حاجه. هتنزلي بقى بالميه واحده واحده لحد ما الدقيق يختفي. بعد كده هتوقفي ميه وتعجني العجينه على اليابس، نفس ما بنعجن العجين العادي اللي هو العجين العيش البلدي اللي احنا بنريحه على المطارح. هي نفس العجينه، بس العجينه تختلف شويه ان احنا بنخليها يابسه شويه علشان ما تاخدش معانا كميه دي واحنا بنفردها، وكمان كميه نخاله تحت الرغيف. بنخليها كده ماسكه نفسها شويه، يعني تضغطي عليها هي طريه بس ما فيهاش تلزيق جامد. اهم حاجه خطوه العجين، وعايزاكي تعجني العجينه وتلتيها كويس. وبعد كده مش هتسيبيها تخمر، انت هتشتغلي فيها على طول. هترشي نخاله، لو ما عندكش نخاله هترشي دقيق وتقطعي عليها الكميه كلها مره واحده. القطعه هنعملها بقى قد الليمونه الوسط ولا اكبر شويه، وبعد كده على حسب ما احنا عايزينها، يعني على حسب ما انت عايزه حجم الرغيف. وهتقطعي بقى الكميه كلها وتبعديها بعيد عن بعضها شويه. طريقتها سهله جدا وسريعه، واي حد يقدر يعمل العيش البلدي ويطلع معاه مظبوط من اول مره. اللهم بارك، يعني مفيش حاجه صعبه خالص في خبيز النهارده. لو انت قاعده في اي مكان، يعني لو في مصر او بره مصر، هتعملي العيش البلدي لان طريقته سهله جدا. اللهم بارك، يعني لو مفيش مطرحه ولا فرن هتعملي العيش البلدي وهيطلع معاكي تحفه على عين البوتاجاز. انا عايزاكي بجد تجربيه لان طريقته سهله جدا، واللهم بارك بتشم ريحه الخبيز البلدي بجد. انا بعد ما خلصت تقطيع غطيتهم بالكيس وهشتغل فيهم على طول. جبت بقى طبق فيه نخاله وطبق فيه دقيق. هنرش النخاله تحت الرغيف ورش الدقيق بسيطه خالص لو فيه تلزيق. مفيش تلزيق هتفردي بقى الرغيف. هنبدأ بقى ان احنا نشيل الرغيف، ما نخلوش يلزق معانا على الرخامة او على الصينية اللي احنا بنفرد عليها علشان ما يبقاش مشفوط. وبعد كده نفرد بطريقة مظبوطة. يعني ايه؟ يعني ما نخليش جنب تخين قوي وجنب رقيق. نخلي سمك الرغيف كل واحد وما يكونش تخين قوي، يعني ولا رقيق قوي، يكون في الوسط كده. وتنفضيه كويس من النخالة، وبعد كده تحطيه على الطبلية او على ترابيزة. هتفرشي بقى ملاية العجين وتعملي الكمية كلها، وبعد كده هتغطيها بملاية العجين وتسيبيه لما يخمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد طريقته سهلة، وعايزة اي ست بتشوفني تجرب تعمله لانه سهل جدا وكمان حلو جدا للمبتدئين والناس اللي ما عندهاش مطارح. ولو عايزة تعملي كمية كمان وتفرزيها، هتشيليه في اكياس، وكل ما تحتاجي منه هتطلعي وتسخنيه كأنك بقى لسه خبزاه دلوقتي حالا. اللهم بارك، بجد تحفة وطريقته سهلة جدا. اهم حاجة بقى الفرد يا جماعة، ما نضغطش على الرغيف ونخليه جنب رقيق وجنب تخين زي ما قلتلك. ونفضيه من النخالة وافرديه بطريقة مظبوطة، ان شاء الله هينفخ معاكي كله. لو حابة تعملي حجم الرغيف اكبر من كده، دي يرجع لك انت في الاخر. انا كده خلصت الكمية وغطيتها وسبتها لما اختمرت. قعدت معايا قد ايه خمر؟ خدت معايا نص ساعة بالظبط علشان احنا في الصيف. لو في الشتاء هياخد معاكي اكتر من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انت في الاول هتجربي رغيف، لو اختمر هتكملي بقية التسوية. لو لسه منفض ما تكمليش خالص سوا، هتسيبيه لما يختمر شوية. النفطة اللي هي بتخلي الرغيف سمكه تخين قوي من تحت ومن فوق زي الفطير، يعني شفاف خالص كده بيبقى الرغيف منفض. طبعا الناس اللي هي بتخبز عارفة يعني ايه نفطة، بس الناس المبتدئة ما تعرفش يعني ايه نفطة. علشان كده انا حبيت اعرفك. لو لقيتي الرغيف من فوق سمكه رقيق ومن تحت كده سمكه تخين قوي، اعرفي ان العيش لسه ما اختمرش. هتصبري بقى عليه شوية وترجعي تخبزي.
بس انا من اول رغيف اللهم بارك لقيت بقى سمك الرغيف من تحت زي من فوق، والرغيف من جوه اللهم بارك مختمر. كملت بقى بقيه التسويه. انا بشمع الرغيف في الاول كده في الطاسه، وبعد كده بنقله على المصفى بقى بتكمل بقيه التسويه. الفتحات اللي هي في المصفى بتطلع درجه حراره كانك بتخبزيه في الفرن، يعني بيدي تسويه مظبوطه 100%. هو ممكن حد يسالني انت ليه ما بتسويش في الطاسه على طول او في المصفى على طول؟ هقولك بقى تسوية المصفى بجد تحفة، كأنك خبزاه في الفرن، وكمان بيخلي العيش كله يرتفع. مفيش ولا رغيف ما بيرتفعش. استحالة ان انت تعملي عيش المصفى وفيه رغيف ما ينفخش معاكي، حتى لو عاملة كمية كبيرة. لو عاملة 100 رغيف، ال100 هتلاقيهم كلهم ارتفعوا ونفخوا معاكي، واستحالة في 100 يكون واحد ما نفخش معاكي. لو مش عايزة بقى ان انت تشمعي في الطاسة عادي، هتشمعي بقى على المصفى وهتقلبيه مرة واتنين لحد ما يشمع، وبعد كده هتلاقي الرغيف نفخ. انا هجرب برضو معاكم في الاخر كده واحد بس انا عاملة كمية كبيرة زي ما قلتلك 40 رغيف، فعلشان ما قفش وقت اطول فشغلت الطاسة بشمع، وبقية التسوية بكملها على المصفى. النار اللي تحت المصفى تبقى متوسطة على طول، ما تعليش النار خالص عشان الرغيف ما تحرقش معاكي من بره ومن جوه يكون لسه ما استواش. علشان كده انا بشمع في الطاسة وبعد كده بنقل على طول على المصفى. لو انت بقى عايزة تشمعي على طول على المصفى، يعني هتخلي النار متوسطة على طول، هتقلبي الرغيف مرة واتنين لحد ما يشمع. اول ما الرغيف هيشمع هتلاقيه نفخ معاكي على طول، وهشمع معاكم الرغيف على المصفى زي ما قلت لكم. في الاول كده شلته من على الفرشة بالراحة خالص علشان الخمر ما يهبطش، وحطيته على المصفى. النار كده متوسطة، ما ينفعش خالص وانا بشمع الرغيف ان انا اعلي انت بقى لما الرغيف يشمع علشان يرفع معايا على طول. اللهم بارك بينفخ وكمان بيرتفع بسرعة، يعني هي نفس التسوية. لو عايزة بقى ان انت ما تشمعيش خالص على الطاسة، يبقى شمعي بقى على المصفى وسوي بقية التسوية على المصفى. اما لو عاملة كمية كبيرة وعايزة تسويها على طول، يبقى شمعي بقى في الطاسة وبعد كده كملي بقية التسوية على المصفى. ان شاء الله هتعملي العيش البلدي وهيطلع معاكي مظبوط. انا كده خلصت التسوية، اللهم بارك 40 رغيف، مفيش ولا رغيف ما نفخش، وكمان العيش طري بعد السوا. اهم حاجة بقى تظبطي خطوة العجين، علشان العجينة المظبوطة هتخلي العيش كله ينفخ معاكي، وكمان هتخليه طري بعد السوا. بجد طالع تحفة، وكمان سمكه من فوق زي من تحت، واللهم بارك ريحته تحفة وهي بتستوي. لازم بقى تجربيه بنفسك علشان تشوفي النتيجة بجد بتبقى تحفة في الاخر. اهم حاجة بس العجينة المظبوطة وكمان الفرد المظبوط، ونصبر عليه لما يختمر. ان شاء الله هيديك النتيجة تحفة في الاخر، وممكن تعملي بقى كمية كبيرة وتفرزيها. اتمنى بس ان يكون شرحي بسيط، اتمنى بقى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومة بسيطة، واتمنى ان انت ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد.